عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة 2027 طبعا دفعة ثالثة ثانوي نازلة لكم السنة دي إن شاء الله، بدايتها كده إن شاء الله يا رب على خير يا رب، وتكون إن شاء الله تمام التمام. طبعا هننزل أول كورس عندنا اسمه كورس التأسيسي. ما ينفعش أبدأ المنهج إلا لما أسسك يا باشا. أنت طالب ثالثة ثانوي أدبي تاريخ، يعني لازم نجيب ال60 من ال60، وده إن شاء الله بأمر الله إن شاء الله هناخده مع مين؟ مع الملكة ميس هدير خالد إن شاء الله. تابع معايا طول السنه ان شاء الله وانت هتبقى تمام. طبعا ان شاء الله يبقى في منصه، وفي معانا يوتيوب. طبعا اللي عايز يشترك معانا في المنصه يبعت لنا ان شاء الله، يبقى في على طول تفاعل معانا، ويبقى في اهتمام. ما تقلقش خالص، باول والدنيا تبقى تمشي تمام. يلا نبتدي ونقول بسم الله. طيب يلا ان شاء الله معايا بقى في الكورس اللي هناخده ان شاء الله النهارده. في الكورس معانا ده ان شاء الله يبقى يا رب تستفيدوا منه. طبعا قبل انا ببتدي في المنهج انا هتكلم النهارده عن اساسيات. يعني اساسيات يعني هتمشي معايا طول السنه. هتكلم النهارده كمان ان المنهج فيه ايه وايه اللي هناخده، وهتكلم ان نركز على ايه وما نركزش على ايه. فالحصه النهارده الكورس مهمه، وان شاء الله مش تزهق منها، وتبقى حصه لذيذه على قلبك ان شاء الله. طيب نقول بسم الله. طيب النهارده في الكورس طبعا التأسيسي بتاعنا ان شاء الله يا جماعه. احنا طبعا قبل ما نتكلم عن منهجنا السنه دي، احنا عندنا ايه اللي حصل بقى في قبل كده. طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله لازم نقول ايه، ان المؤرخين اصلا لما كتبوا التاريخ قسموا التاريخ لكام عصر؟ عندك 3. اول عصور عندك اللي خدتيها في اولى ثانوي اسمها العصور ايه؟ القديمه. تمام، ودي اخدتيها في اولى ثانوي، اصلا دي موضوع مش صعب. طيب اللي هو التاريخ القديم. طيب في تانية ثانوي انت خدتي العصور ايه؟ العصور الوسطى، اللي اخدتي فيها اتكلمنا فيها عن التاريخ الاسلامي، اللي اتكلمنا فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لحد ما قامت الدوله الامويه والدوله مين؟ العباسيه. وطبعا ظهرت دول مستقله بعد الدوله العباسيه اسمها دوله مين؟ الايوبيه والفاطميه والمملوكيه والطولونيه والاخشيديه. اظن خدناه السنه اللي فاتت واتكلمنا عنه كتير. طيب السنه دي احنا قلنا 3 عصور. السنه دي انت معاك التاريخ مين؟ العصور مين؟ الحديثه والمعاصره، من عام 1914 دي حديثه لحتى الان اللي هي ايه؟ المعاصره الاحداث. المعاصره الاحداث اللي بتتكلم عن الحمله الفرنسيه ومحمد علي، ثوره 23 يوليو وحرب اكتوبر وثوره 25 يناير. ده اللي هناخده ايه السنه دي ان شاء الله. طب تعالوا نتكلم بقى، هو السنه دي عندك المنهج فيه ايه؟ بص كده معايا، بيقول لك المنهج عندك من 8 فصول. ايوه 8 فصول، وان شاء الله سهل جدا. وقلت لكم انت هتتكلم عن التاريخ ايه؟ الحديث المعاصر. اول عندك الترم الاولاني كم فصل عندك؟ 4 فصول. الفصل الاول بيتكلم عن ايه؟ الحمله الفرنسيه على مصر. اظن اخدنا حمله فرنسيه من زمان يا باشا، من ابتدائي واعدادي ويعني خلاص. بس هتاخد بقى، انت كبرت خلاص يا عم، هتاخدها بايه؟ باسلوب اكتر. عندك بيتكون من كام درس؟ 3 دروس، وعليهم كام درجه؟ 6 درجات. الفصل الثاني بيتكلم عن مين؟ محمد علي وبناء دوله حديثه، وده فيه كام درس يا جماعه؟ 6 دروس، وعليه كام درجه؟ 12 درجه بالظبط. طب الفصل الثالث بيتكلم مين؟ مصر منذ الثوره العربيه لاحمد حتى الحرب العالميه الكامله الاولى. يعني في كام درس يا جماعه؟ عندك 4 دروس، ودي المفروض عليها 9 درجات. الفصل الرابع اللي هي مصر بعد الحرب العالميه الاولى، اللي هي ثوره مين بقى؟ عندك ثوره سعد زغلول وثوره 23 يوليو. ده كله الترم الاولاني. يعني ده المفروض يبتدي معانا من شهر 8 لحد شهر كام؟ 1. وبعد كده تاخد اجازه اسبوع تستريح كده يا باشا وتفصل عنك الدنيا خالص. مش عايزاك تمسك كده خالص في الاجازه دي خالص، وترجع لي بقى الترم الثاني. طب الترم الثاني هتاخد ايه؟ برضو 4 فصول. ايه هم 4 فصول بقى معايا كده يا شباب؟ يلا كده 4 فصول. عندي الفصل مين؟ الخامس، اللي هو التوسع الاستعماري في البلاد العربيه قبل الحرب العالميه الكامله الاولى حتى استقلالي. عليه كام درجه؟ 15 درجه. مهم تعرف بقى نعرف الدول العربيه احتلت ايه؟ الدول الاجنبيه اللي زي انجلترا وفرنسا احتلت الدول العربيه زي مين ومين ومين. عندي الفصل السادس اللي هو التوسع الاستعماري في البلاد العربيه بعد الحرب العالميه الاولى حتى مين؟ استقلال. يبقى الدول الاستعماريه بعد ما استقلوا. الفصل السابع بيتكلم عن قضيه العالم العربي بين المعاصر. الثامن بيتكلم عن ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو، وده عليه درجه 1. ده الترم الثاني لذيذ وجميل ومفيش اي مشكله خالص. الشغل كله في الترم الاولاني، عشان كده احنا عندنا من شهر 8 نبتدي ونقول بسم الله. طب تعالوا بقى نتكلم كده، ناخد بقى قبل ما نتكلم ونخش في المنهج، تعالوا نفهم
هو ايه اللي حصل وقبل ما يجي الحمله الفرنسيه كان موجود فين؟ واظن خدتها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. يلا نقول بسم الله. طيب طبعا قبل ما نعرف، طبعا الكورس ده بيتكلم عن مفاهيم، انت لازم في مفاهيم لازم تعرفها، وايه المفاهيم اللي موجوده عندنا. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها مفهوم دوله مين خلافه، يعني ايه هي الدوله العثمانيه. طبعا هنعرفها دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود واسس دوله مين؟ اسلاميه. بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم بدا بقى المسلمين عايزين يدوروا شؤون حياتهم، فظهرت حاجه اسمها دوله مين؟ الخلفاء الراشدين، اللي هم جاءوا بعد وفاه مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو بدايتها من مين؟ ابو بكر الصديق لحد مين؟ علي بن ابي طالب. حلو الكلام، جميل الكلام. طب بعد خلفاء الراشدين ظهرت دولة إسلامية بتحكم العالم الإسلامي، مثل الدولة مين؟ الأموية، ثم الدولة مين؟ العباسية. وبعد كده ظهر دول صغيرة متصلة شوية يتحكم بعض المناطق الإسلامية، اللي هي منها مين ومين؟ الأيوبية من كده. تعالوا نتكلم، تعالوا بصوا معايا كده في الخريطة، إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ يلا كده معايا. طبعا إحنا عارفين إن دولة الخلافة أو دولة الخلفاء الراشدين هي طبعا متأسسة فين؟ في المدينة، صح ولا لأ؟ عارفين الكلام ده؟ لما تأسست في المدينة وبدأ الخلفاء الراشدين يأسسوا، ظهرت بعديها اسمها الدولة مين؟ الأموية، ودي كانت على يد مين يا جماعة؟ معاوية ابن أبي سفيان. تمام؟ طيب معاوية ابن أبي سفيان طبعا لما أسس دولة أسسها فين؟ أسسها وكانت عاصمتها مدينة إيه؟ دمشق، ودي عاصمتها دمشق. والدولة الأموية امتدت لحد فين؟ امتدت في بلاد فارس، واخده الحجاز، واخده مصر، واخده مين؟ المغرب، لحد بلاد مين؟ الأندلس. ودي كانت دولة كبيرة عريقة. فبعد الدولة الأموية جت ظهرت بعديها اسمها الدولة مين؟ جت عندنا بعديها الدولة العباسية، واحنا عارفين الدولة العباسية كانت منقسمة على كام عصر يا باشا؟ 2. في العصر العباسي الأول اللي هو بيتميز بالقوة والازدهار، وفي العصر العباسي الثاني اللي هو بيتميز بالضعف والانهيار. فطبعا الدوله العباسيه كانت دوله كبيره برضو، هي ورثت عن الدوله الامويه، اخذت منها بلاد الشام والحجاز وفارس ومصر لحد ما وصلت المغرب. للاسف ما عرفتش تاخد مين؟ الاندلس. ليه؟ ان كان في حد وقع من ضمن الامويين، هربوا وراحوا قعدوا فين؟ في بلاد الاندلس. الدوله طبعا الدوله العباسيه ما عرفتش تاخد ايه؟ جزء كبير من ايه؟ ما عرفتش تاخد خالص الاندلس. تمام؟ فالدوله العباسيه طبعا لما ظهرت كانت دوله قويه في الاول، بدات تضعف 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 تضعف. لما ضعفت بقى، لما ضعفت ايه اللي ادى ذلك؟ ادى الى ظهور دول حاجه اسمها ايه؟ مستقله. واول دول مستقله وظهرت عندنا في مصر هي الدوله مين؟ الطولونيه. اظن انت خدتها معايا السنه اللي فاتت يا وطن، صح ولا لا؟ ايوه، الدوله مين؟ الطولونيه. ثم عندك بعديها الدوله مين؟ الاخشيديه، ثم بعديها الفاطميه، ثم بعديها الايوبيه علي صلاح الدين، ثم مين؟ المماليك. قبل ما يجي العثمانيين المماليك جم، ولما جم المماليك دول عباره عن ايه؟ غلمان بيتم جلبهم بواسطه مين؟ التجار، وبيشتريهم السلاطين الدول مين؟ الاخرى. طبعا الغلمان دول غلمان كان بيتم بيعهم فين؟ في الاسواق. كان يعني في حاجه اسمها سوق الرقيق. سوق الرقيق ده كان بيتم بيع فيها مين؟ الغلمان اللي هم الشباب الصغيرين. فلما كان بيبيعوا فيهم في الغلمان كان بيشتروهم من ايه؟ من الاسواق، فياخدوهم السلاطين ويدربوهم على ايه؟ الفروسيه والجيش. فلما بيدربوهم على الفروسيه والجيش بقى ايه اللي بيحصل؟ اصبح عندنا بقى قاده في الجيش، اصبحوا بدأوا يمسكوا ايه؟ الدوله. فدوله المماليك اتسعت، شملت ايه؟ بيقول لك شملت بلاد مين؟ الشام. خدي بالك ان يطلق على مصطلح بلاد الشام كذا دوله، مش دوله واحده. وشملت مين؟ مصر، واخدت ايه؟ شرق البحر الاحمر. فين شرق البحر الاحمر؟ اللي هي منطقه مين؟ الحجاز. يعني كانت دوله كانت كبيره. ليه؟ لانها كانت مسيطره على طرق التجاره اللي بتاتي منين؟ من اوروبا، بتعدي كانت بتاخد منها حاجه اسمها ايه؟ المكوس. تمام؟ فدوله المماليك كانت دوله ايه؟ قويه، وكانت مسيطره على بلاد الشام. خد بالك ان دوله بلاد الشام ان بيطلق عليها كذا ايه؟ مصطلح. ايه هو المصطلح بقى عندك يا باشا؟ المصطلح اول اللي هي مين ومين؟ سوريا، لبنان، فلسطين، الاردن. يبقى يطلق على بلاد الشام مين ومين ومين يا جماعه؟ تاني اسمع عشان دي مهمه، اسمع عشان دي ايه؟ مهمه. سوريا، لبنان، فلسطين، الاردن. ايه؟ سوريا، لبنان، فلسطين، الاردن.
دي اسمها مين؟ بلاد الشام. ده اسمه مصطلح بلاد الشام. هو معايا مهم؟ وهي كمان المجال الحيوي لمين؟ لمصر. دي مهمه جدا مجال حيوي، عشان لما يجي يقول لك هو محمد علي عايز يروح بلاد الشام ليه؟ هتاخديها معايا في المنهج في الفصل الثاني. ركزي معايا، انا بقول لك حاجات مهمه باسسك فيها عشان احنا بنشتغل جوه. ما تقوليش ميس دي ما قالتليش حاجه زي كده. يبقى بلاد الشام هي المجال الحيوي لمين يا جماعه؟ لمصر. يعني ايه مجال حيوي؟ يعني لها حدود سياسيه. اي حد عايز يروح على مصر لازم يجي بلاد مين؟ الشماليه الشماليه الشرقيه. يعني مهمه. مهمه. طب انت عندك مصر برضه قريبه من حاجه طبعا مهم. بنتي بلاد المماليك دي دوله المماليك كانت دوله قويه كلها وسيطرت على كله لحد ما ظهرت دوله جديده هنا اسمها مين؟ العثمانيين. مين هم العثمانيين؟ دول عباره عن قبائل عايشين في اسيا وكونوا ايه؟ واسسوا دوله. اسسوا دوله على يد مين؟ واحد اسمه مين؟ عثمان ابن ارطغرل. دي كانت قبائل وهجروا من اسيا، بدأوا يمشوا 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 لحد ما راحوا على فين بقى؟ لحد ما راحوا على هضبة مين؟ هضبة الاناضول. اظن هضبة الاناضول اللي هي حاليا دلوقتي مين؟ تركيا. خدي بالك ان الدولة العثمانية بتحب توسع نفسها وتحب تتسع. فهضبة لما عندك هنا الدولة العثمانية لما مشيت قبائل اسسوا دولة هنا ليهم وسمي على اسمهم مين؟ العثمانيين، نسبة لمين؟ عثمان ابن ارطغرل. فعثمان بن ارطغرل بقى هناك عمل ايه؟ بدأ يفتح مين؟ القسطنطينية على يد مين بقى؟ محمد الفاتح. فلما فتح القسطنطينية اللي هي حاليا دلوقتي قلت لكم كانت ايام زمان كانت عاصمة الدولة العثمانية كانت عاصمتها مين؟ الأستانة، ودي قامت في دولة مين؟ تركيا. دولة تركيا يا جماعة. تمام؟ بس انا قلت لكم عندكم بقى ميزة تعرفوا الحتة زي دي ان الدولة العثمانية بتحب ايه؟ التوسع الانتشار. اسمها ايه؟ التوسع والانتشار. حطيها ميزه في دماغك ان الدوله العثمانيه بتحب ايه؟ التوسع والانتشار. فبدات الدوله العثمانيه تفكر. طبعا بقى تعرف بتفكر في ايه؟ طب نمسح بقى كده، يلا كده كل ده مع بعض. طيب خلاص، يبقى احنا كده اتكلمنا ان الدوله العثمانيه لما ظهرت قلت لكم ظهرت فين؟ اخذت هضبه الاناضول. فلما اخذت هضبه الاناضول ايه اللي حصل بقى يا شباب؟ لما خدت هضبه الاناضول جت عندنا قلت لكم بتحب توسع وتنتشر. فلما توسعت وانتشرت راحت على فين؟ طبعا هي راحت على فين؟ احنا قلنا دولة المماليك محتلة مين ومين؟ مصر، الشام، حجاز، صح ولا لا؟ طيب انت اصلا لو لاحظت كده ان الدولة العثمانية الحدود الوقاع بين الدولة العثمانية ودولة المماليك في حدود ما بينهم. فراحت على ايه؟ راحت على بلاد الشام ودخلت هناك في معركة عند المماليك. طيب هي المماليك في الفترة دي قوية ولا ضعيفة؟ لا، بيقول لك المماليك في الفترة دي كانت ضعيفة. ليه؟ لأن الوقت ده اكتشفوا طريق جديد اسمه طريق رأس رجاء الصالح. الطريق ده كانوا مسيطر عليه الدول كلها. بدل ما يعدوا من بحر المتوسط لمصر بحر الأحمر هيبدأوا يعدوا من طريق رأس رجاء الصالح. فأي سفن ما كانتش بتعدي هنا، فطبعا أدى ذلك لضعف دولة مين؟ المماليك. فطبعا مين استغلت الفرصه؟ الدوله العثمانيه. فلما استغلت الفرصه بقى دخلت هناك في معركه اسمها معركه ايه؟ مرج طابق في بلاد الشام عام 1516. عام كام يا شباب؟ 1516. فدخلت هناك واصبحت مصر ولايه عثمانيه. يبصوا انا اسفه، اصبحت الشام ولايه ايه؟ عثمانيه. فاتجهت بعد ذلك وراحت على فين؟ على مصر، ودخلت هناك على مصر في عام كام؟ 1517 في معركة مين؟ الريدانية. فأصبحت مصر ولاية ايه؟ عثمانية. يا ميس يعني ايه ولاية؟ ما خدوا بالكم الدولة العثمانية أصلا لو جينا لاحظنا كده في الحتة دي، معلش نكمل، إن الدولة العثمانية لما بتيجي تفتح أي دولة بتعتبر هي ايه؟ ولاية تابعة. ولاية ايه؟ تابعة. ان الدوله العثمانيه اللي بيمسكها حاجه اسمها مين يا جماعه؟ لسه قايلين من شويه اهو، قلت لكم الدوله العثمانيه نسبه تنسب الى مؤسسه مين؟ عثمان بن ارطغرل التي بدأوا تهاجر حتى الاناضول حتى اسسوا دوله من العثمانيه. وحاكم الدوله العثمانيه قلت لكم كان بيطلق عليه لقب اسمه لقب مين؟ السلطان العثماني اللي قاعد في اللي هو قاعد في تركيا اللي هي عاصمتها ايام زمان أستانة. وبعد ما اسس السلطان العثماني ولايه بيقسم اي دوله بيفتحها
تعتبر ولاية عثمانية. يا ميس يعني ايه ولاية عثمانية؟ يعني تابعة له، يعني اي دولة تابعة للدولة العثمانية بتسمى اسمها ايه؟ ولاية. فالسلطان العثماني عايز ياخد بلاد، قلت لكم بلاد الشام تبقى تابعة ليه، واصبحت فعلا تابعة بعد معركة مين؟ مرج ضابط. ثم اصبحت ايه بعد ما خد الملك؟ اصبحت مصر ولاية عثمانية. طيب الدولة العثمانية عرفنا كده ان الشام خلاص بقت ولاية تابعة، تمام؟ وعرفنا ان الدولة العثمانية بتحب تركوا، تحب توسع انتشارها، واخذت برضه لما اخذت الشام والحجاز اخذت منها كمان منطقة ايه؟ الحجاز، بعد ما اخذت مصر الشام. فاصبحت الدولة العثمانية مقر الخلافة الاسلامية في العالم، واصبحت داخل المكانة دي. فالدولة العثمانية هي امبراطورية كبيرة مسكت دول كتير، مصر والشام والحجاز وايه، واي دولة ليها كانت تابعة ايه ليها، اي دولة كانت تابعة ايه يا شباب ليها. طيب وكل ولاية تابعة للدولة العثمانية كان بيعمل ايه السلطان العثماني بقى؟ بص كده معايا، يبقى احنا عرفنا كده ان الدولة العثمانية السلطان، خد بالك ان السلطان دي مهمة جدا، بيطلق عليه اسم الباب العالي او الباب المفتوح. يعني ايه شط الباب العالي؟ باب العالي او باب مفتوح يا جماعة، باب العالي او باب مفتوح. فكل ولاية تابعة للدولة العثمانية. مصر كانت تابعة لمين؟ المماليك، ثم اصبحت ولاية تابعة للدولة العثمانية عام 1517. فقرر السلطان العثماني ان يجد ايه؟ يحدد نظام سياسي فين في مصر. قسم مصر هناك، حط وضع نظام سياسي. ليه؟ خد بالك انا عايزه اي سؤال، اول سؤال لما بيجي لك تجاوب عليه بسؤال مقالي. هو ليه يقول لك هو ليه وضع مصر او حط انظمه سياسيه قسمها على كام هيئه؟ 3 هيئات. طب ليه؟ بيقول لك حتى يضمن السيطره على مصر، حتى لا ينفرد بحكم مصر، محدش فيه ينفرد بحكم مصر خالص. فقسم على كام ولايه؟ عندك كام حاجه؟ اول حاجه الوالي العثماني، 2 الديوان، 3 حكام الاقاليم. تاني يبقى قسمها كام حاجه عندنا يا شباب؟ 3. ايه هما؟ والي، ديوان، حكام اقاليم. مين يا شباب تاني بقى؟ والي، ديوان، حكام ايه؟ الاقاليم. الوالي اللي هو نائب السلطان او الباشا، نائب السلطان ايه؟ الباشا. وخد بالك نائب السلطان يعني بينوب عن السلطان، بيمسك من كام لكام؟ من سنه ل3 سنين، اظن وقت قصير. بيقول لك ليه؟ عشان هو ما عندوش ثقه في الوالي ان هو ممكن يقدر ينفرد بحكم مصر. بيطلق عليه حاجه اسمها السلطه الشرعيه، انه بياكد على تبعيه مصر الدوله العثمانيه. ودي اسمها لو لاحظت كده اسمها كده، اسمها السلطه مركزيه. طيب قلت لك السلطان العثماني مش واثق في الوالي، فعين حد عليه مين؟ الديوان. مهمته ايه؟ مراقبه الوالي، بيراقب الوالي. يعني من اخر كده ان السلطان بيخاف من والي. قلت لك اهو عشان ليه؟ حتى لا ينفرد بحكم مصر، خايف من الوالي اللي هو ممكن يسحب السلطان وهو يمسك الدوله بتاعته. ايوه هو في ايده كل حاجه. فاصبحت سلطته ايه؟ مركزيه لها علاقه بالعظمه. يبقى خد بالك يعني الوالي ما بيصدرش اي قرار الا برجوع الديوان، والديوان بيوصل لمين؟ للسلطان العثماني. الكلام ده موجود في المنهج؟ موجود عندك في المنهج يا باشا. يبقى الاثنين كده لاحظتي كده الاثنين دول كلهم سلطه ايه؟ مركزيه. طيب هو مشى المماليك في مصر؟ لا. ليه؟ او انا كده المماليك هيخشوا علينا، ايوه ممكن يرجعوا تاني، ممكن يرجعوا تاني مصر ولايه مملوكيه، وده حصل فعلا. بس خد بالك السلطان العثماني قاعد في الاستانه، قاعد في الكرسي العرش بتاعه، بياكل وبيشرب وقاعد على الكرسي يا باشا. الله، انا قاعد على الكرسي العرش بتاعي. فحكام الاقاليم خلى المماليك يمسكوا حاجه اسمها ايه؟ حكام الاقاليم. مين هم المماليك؟ اللي هو السلطان مخليهم ليه؟ عشان فاهمين الشعب المصري، فاهمين طبيعه الشعب، عندهم خبره بالمحافظات، عندهم خبره سياسيه واداريه بتشمل عشان يعمل توازن بين ايه؟ 3 نفوس. يبقى حكام الاقاليم يطلق عليها سلطة محلية. يعني ايه سلطة محلية؟ يعني ماسك المحافظات. ليه؟ عندهم معرفة بالشعب المصري، طبيعة الشعب المصري كله، عشان كده لازم يمسكوا. طب هو عمل كده ليه؟ قال لك عشان يوقع بينهم 3. عشان ليه؟ عشان ما ينفردوش بحكم مصر. هم ممكن ياخدوا مكان يا باشا ويشيلوا السلطان،
فانا خليت ما بينهم حد زي كده، ما حدش فيهم ايه يبقى في بينهم صحوبيه. يبقى احنا عرفنا. يبقى لو جينا سالنا نفسك طب ان ليه حط 3 هيئات؟ ليه حط 3 هيئات؟ عايز اقول لك كده، يقول لك يا باشا عشان ما فيش حد منفرد بالسلطه، فبالتالي ال3 يحصل ما بينهم صراعات، والمستفيد بيها مين؟ السلطان العثماني. ايوه، ما هو قاعد في العاصمه بياكل ويشرب، فكده يكون السلطان ضامن ان بيأكد ان مصر تفضل زي ما هي ولايه تابعه للدوله العثمانيه، محدش فيهم يقدر ايه يمسكها. تفتكر الموضوع ده هيثبت؟ ايه ده على التقيل لحد ما يستوي. هتيجي اصبر بس كده عليا، لما نيجي نخش في الفصل الاولاني واشرح لك هتعرف ايه اللي هيحصل. ده هياخد فوق دماغ السلطان العثماني. طيب طبعا ناخد كده شويه اسئله مع بعضينا ناكد على المعلومه اللي احنا خدناها دي. يلا بسم الله. قلت لك عاوز الهدف، يعني نجاوب بسؤال المقال الاول. انت بتقول ليه، عمل ليه، بعد كده جاوب على طول. سمحت الدوله العثمانيه لاستحداث اساليب الحكم في مصر. هو السلطان العثماني مش كان فيه نظام حكم في المماليك؟ هو بدا يستحدث نظام جديد اللي هو كمان كان هيئه 3. السبب من وراء ذلك ايه؟ عشان يقضي على المماليك كهيئه حاكمه. هو قضى على المماليك؟ لا. هو ليه عمل نظام جديد؟ قال لك ليه؟ حتى لا ينفرد بحكم مصر، حتى عشان تفضل ولايه تابعه للدوله العثمانيه. التقرب الى فئات الشعب المصري؟ لا، ده ما قربش خالص. احكام السيطره على الولايه ولا استثمار الامثل لموارد مصر الاقتصاديه؟ هو عايز يسيطر يا جماعه على الولايه كلها ولا عايز يعمل استثمار الموارد الاقتصاديه؟ هو كان بيفكر ولا يستثمر في مصر اقتصاديا؟ لا طبعا، لا، هو عايز يعمل سيطره على الولايه كلها. يبقى الاجابه ايه؟ قلت لك اهو نجاوب السؤال المقالي. استخدمت الدوله العثمانيه نظام الحكم في مصر يعتمد على ايه؟ ونحن كام هيئه؟ 3 هيئات. هو اعتمد على 3، ما اعتمدش على حد واحد. قوه سلطه الوالي والديوان؟ مش بالعكس، كان في حد كان معاهم، ما تمشيش. منعت تسهيلات الاجانب ومنع حاجه للاجانب؟ لا، ما كانش اجانب خالص. تقسيم النفوذ بين فئات محليه اللي هي بين المماليك بس؟ لا. ولا سيطره المماليك على سلطه الحكم سيطره محليه فقط؟ خلى المماليك تسيطر على سلطه الحكم سلطه محليه ايه فقط، هي دي. خلى المماليك يمسكوا حكم الاقاليم فقط عشان عندهم ايه؟ خبره في اداره المماليك. طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعديه. اتخذ باب العالي. مين هو باب العالي يا جماعه؟ قلنا باب العالي اللي هو السلطان العثماني. اتخذ عده اجراءات عند سيطرته على مصر، منها مين؟ التخلص من عناصر النظام الحكم السابق. هو تخلص من المماليك يا جماعه؟ انا قلت لك خلص من المماليك؟ لا، انتوا ما قلتوش الكلام ده. ان استعان المماليك في السلطه المركزيه واخلى المماليك يمسكوا مكان الوالي؟ لا. اعطاء الوالي السلطه الكامله في اداره البلاد، خلى الوالي كله يمسك كل اداره البلاد؟ لا، ده بالعكس، كان في ديوان بيراقبه. ولا ادراك خصوصيه السياسيه من نظام الحكم؟ ايوه، خلى خصوصيه السياسيه في نظام الحكم، هي دي. يبقى انا عايزاك تمشي كده في الاسئله 1 2 3 تقول تستبعد واحده واحده. طيب نخش على بعديها. كانت الدوله العثمانيه تنظر الى المماليك بعد سيطرتها على مصر من خلال ايه؟ استقلال سلطه. تنظر المماليك استقلال سلطه الوالي؟ لا. التخلص من فرق المماليك، زرع الخلافات بين عناصر الحكم، ولا دعم النشاط. طيب هو خلى المماليك يمسكوا حكم ليه؟ قال لك عشان ايه؟ معرفه الشعب المصري. تمام. ايه كمان؟ لخبرتهم في البلاد. طيب تعالوا نبص كده مع بعض، نمسك واحده واحده. هو كده استقل سلطه الوالي؟ لا، ما تمشيش. التخلص من فرق المماليك، هو تخلص من المماليك؟ لا، ما تخلص. زرع الخلافات بين عناصر الحكم، وزرع في خلافات؟ لا، ما زرعش خلافات. يبقى ده من النشاط ايه؟ الاقتصادي، هي دي. تمام؟ ماشي، نخش على بعدين. ابقت الدوله العثمانيه في مصر المماليك كاحد العناصر السياسيه. في دول العباره السابقه نستنتج ان السبب في ذلك يرجع لايه؟ الدوله العثمانيه ابقت في مصر، خلت المماليك تقعد في مصر كاي احد العناصر السياسيه. في دول العباره السابقه نستنتج ان السبب في وراء ذلك ايه؟ ضعف الحاميه العثمانيه، تمشي، مكانتهم السياسيه داخليا، ولائهم للدوله العثمانيه، علاقتهم بالدين مع المصري. طيب نمسك كده مع بعض. هو خلى المماليك احد العناصر السياسيه، صح؟ قلت لكم لسه قايلين من شويه. ليه؟ لخبرتهم في البلاد ومعرفه طبيعه الشعب المصري. حلو. ضعف الحمايه العثمانيه، ما قلناش الكلمه دي خالص. طب مكانتهم السياسيه داخليا، ولا ولائهم من الدوله العثمانيه، ولا علاقتهم بالدين مع المصريين؟ ولائهم الدوله العثمانيه؟ طب علاقتهم بالدين؟ لا. ايه مكانتهم ايه؟ السياسيه ايه؟ داخليا. طيب السؤال اللي بعديه.
جاء بكتابه تاريخ الحركه الوطنيه الرفاعي، لقد كان لها سلطه كبيره في اداره شؤون البلاد، واذا لا يستطيع الباشا ان يبرر الامر الا بموافقته، واذا حدث بينهم يتم ارجاعها الى ان يرفع الاساتذه مما كان كتب الرفاعي نستطيع القول بان يقصد عاصمه الدوله الى اسمها. طيب نمسك طبعا في كتاب الرفاعي في الحركه بيقول لك ان السلطه كانت في اداره شؤون البلاد اذا لا يستطيع الباشا. مين الباشا يا جماعه؟ قلت لك مين الباشا؟ اللي هو الوالي. هو الوالي ينفع ياخد قرار الا برجوع لايه؟ ما ينفعش ياخد قرار الا برجوع مين؟ للديوان. واذا حدث بينهم ذلك ارجعها ان يرفع الاسنان، يعني حد زمان يروح للسلطان العثماني اللي هو في اسنان. من ما كتب الرفاعي اللي يقصد القول يستطيع القول ان عاصمه الدوله العثمانيه هي الاداره المحليه. انا كده بقصد الاداره المحليه في الدوله العثمانيه اللي هي المماليك. لا ما جبناش سيره المماليك غلط. الشريعه الوسطى في المصريين هم كانوا ماسكين معاهم في الحكم. لا. طيب بيراقب الوالي وعزله ولا سلطه حكام الاقاليم في مصر؟ سلطه حكام في الاقاليم. مين اللي كان ماسك الاقاليم؟ المماليك. يبقى دي ما تمشيش. يبقى مين اللي كان اللي هو مين السلطه عندك المذكوره في القطعه؟ هي سلطه ايه؟ مراقبه الوالي وعزله. طيب نيجي نخش على بعدين. حدد السلطان العثماني دور اختصاص الديوان في الحكم. هو الديوان بيعمل ايه؟ بيراقب الوالي وبيراجع قرارات الوالي ويديها للسلطان العثماني. حلو. منع اساءة استخدام السلطه، التحسب لنفوذ حكام الاقاليم، مواجهه ثورات المصريين، تقويه موقف ممثل السلطان. حلو. السلطان العثماني دور اختصاص الديوان بيعمل ايه في الحكم؟ بيمنع حاجه اسمها ايه؟ اساءة استخدام ايه؟ منع اساءة مين؟ استخدام السلطه. نيجي بقى في اللي جاي. يلا كده معايا ركز كده، اديني ناخد دقيقه واحده وركز كده معايا بسرعه. يلا. طيب يلا بقى نيجي نخش في حته مهمه جدا جدا جدا. بصي يا استاذه، بصي يا استاذ، طبعا انت مش هيجيلك في الامتحان 1700 او 1800، هيجيلك في الامتحان حاجه اسمها القرون، والقرن فيه عندك كام سنه؟ 100 سنه. القرن فيه كام سنه؟ 100 سنه. والعقد فيه قد ايه؟ 10 سنين. طب خد بالك بقى ان كل قرن فيه 10 عقود، يعني انت مش هتفضل نحدد بقى في الامتحان احنا هنعلمك طريقه عسوله زيك كده. لازم تفهم يا صديقتي، لازم تفهم يا عم الحاج يا باشا مصر، ان الامتحان مش هيقول لك الحمله الفرنسيه قامت عام 1798. لا مش هيقول لك الكلام ده خالص. هيقول لك ان العقد العاش من القرن ال 18. طب انت هتجيبيها ازاي؟ ما تعلمينا يا حاج، هعلمك يا باشا. طيب لو مديك تاريخ يمسك اول رقمين على ايدك الشمال، انا بقول لك اهو ايدك الشمال مش ايدك اليمين، وتزودي عليه رقم. يعني مثلا تيجي ناخد مثال، تعالى ناخد مثال مع بعض. يلا انا وانت خد بالك عشان عايزك تحل معايا. 1517 لما حصلت المعركه الريدانيه. المعركه دي قلت لك هناخد نمسك الرقمين، اول رقمين على الشمال ولا اليمين؟ لا يا باشا الشمال. حلو. وهتزودي لي رقم، يبقى بعد ال 15 كام؟ 16. يبقى كده قامت في القرن الكام؟ ال 16 اهي. سهله ولا صعبه؟ طب تيجي نجرب مع بعض، هنحل مع بعض. 1798 لما قامت ايه؟ عندنا الحمله الفرنسيه. هناخد اول رقمين على الشمال هي ال 17، زودي لي رقم يبقى رقم كام؟ ال 18. يبقى قامت في القرن ال 18. خد بالك ليه؟ يعني عشان ممكن يقول لك ان حصلت حمله على مصر في القرن ال 18، هتفتكر كده دي اسمها ايه؟ الحمله الفرنسيه. 1805 لمحمد علي. كده عايزين نزود رقمين زودي لي رقمين يبقى بعد ال 18 كام؟ 19. محمد علي جه في القرن ال 19. طيب تعالى نخش على حرب اكتوبر. 1970 زوديه على اول رقمين هنا، يبقى انت عندك القرن الكام؟ ال 20. يبقى قامت الايه؟ قامت على القرن الكام؟ ال 20. اظن سهله ولا صعبه؟ في مشكله في القرن؟ في مشكله في القرن؟ لا. طب تيجي نخش على بعضه. تعالى. طب انا عايزه اجيب دلوقتي القرن بيتقسم الى كام نصف؟ 2. انت عندك النصف الاول من 1 لحد ال 50، يبقى دي اسمها النصف الاول. طب النصف الثاني من 50 لحد ال 100 يا باشا. اظن الموضوع مش صعب. يبقى النصف الاول من 1 لحد ال 50 والثاني من 50 ل 100. طب لو جه قال لك 1515 تيجي كده تعالى كده. طيب 1500 ده في القرن الكام؟ 15. يبقى القرن كام يا باشا؟ بص كده معانا اهي القرن ال 16. طيب 17 دي اول ولا تاني؟ انت قلتي لي من 1 لحد ال 50، يبقى النصف الاول. يبقى كده في النصف الكام؟ النصف الاول من القرن الكام؟ ال 16. طيب تعالى نجيب دي 1798 ده في القرن الكام؟
ده في القرن كام؟ ال 18. طب 98 ده في النصف الكام؟ 98 ده في الاخر، يبقى النصف الكام؟ الثاني. في مشكله دي؟ لا الحمد لله. تيجي نجيب الربع. هنقسم الربع. هتقسمين ال 100 دي 100 معلش الى كام ربع؟ 4/4. 1 2 3. تيجي كده مثلا ندي مثال. الربع الاول من 1 لحد 25 يبقى ده اسمه الربع الاول. طيب الثاني عندك من 25 لحد ال 49 ده اسمه الثاني اهي، او موضوع مش صعب. طيب الثالث انا بقسمها معاكي اهو، قلت لك هقسم هي كام ربع؟ 4/4. طيب عندك الثالث من 50 لحد كام؟ لحد 75 يعني 73 74 ده كله كام في الثالث. طب الاخير من 75 لحد ال 100. من 5 لحد كام يا شباب؟ 100. يبقى انت قسمتي الربع. احنا كده هنقسم ال 100 لكام ربع؟ 4/4. 1 2 3 4. يبقى الربع كام؟ اقسم 100 كام ربع؟ 4/4. 4 ايه؟ ترباع. يبقى انا كده قسمت ال 100 نصفين. الربع قسمته، قلت ال 100 قسمتها لكام؟ الى 4/4 عشان بيجي يقول لك الربع الاول نصف الكام. طيب ناخد مثال بقى يلا كده مع بعض. حركة علي بيه الكبير اللي هي قامت عام 1798 دي كده قامت في القرن كام؟ 17. هنبص على رقمين. اخر رقمين عايزين القرن، يبقى ازود رقم القرن 18. اظن الموضوع صعب، مش سهل، مش صعب قصدي. 68 اول ولا تاني؟ احنا بعد ال 50 النصف التاني، يبقى النصف الثاني. طب تيجي نجيب الربع. يلا نجيب الربع. ده الربع الكام؟ يلا 68 ده الربع الكام؟ 68 ده الربع كام؟ الربع الثالث. ايوه كده، برافو عليكم. اظن مش صعب. الحرب العالميه الاولى عام 1914 دي في القرن الكام؟ ال20. يبقى دي 14 يبقى الربع الكام الاول. ايوه. الحمله الفرنسيه عام 1763 النصف كام؟ النصف الثاني القرن 18. حكم محمد علي القرن الكام؟ 19. النصف الكام؟ الربع كام؟ اهو ما انت عارف 505 يبقى الربع الاول. مش موظف، مش صعب. طيب نيجي بقى نخش على الجزئيه الثانيه. العقد اخر حته عندي. شفتوا؟ بقول لكم كورس مهم والله يا جماعه، والله الحاجات دي مهمه عشان هجيلك في الاسئله. انا خلاص مش هجيب الحمله الفرنسيه قام كذا، محمد علي قام كذا، لا يقول لك محمد علي جاء الى مصر وتعين على عام كام؟ 19. قامت الزعامه الشعبيه وافقت على جانب محمد علي في القرن كام؟ 19. قامت حركه شعبيه لتوليه حكم مصر في القرن 19. اذكرهم لي. شفتوا ازاي بقى؟ يبقى انت لازم تكون عارف تجيب القرن ازاي، عشان لما تجيب القرن 19 يبقى تنقص رقم على طول يبقى 18. طيب العقد زي ما قلنا برضو فرق. العقد فيه كام سنه؟ 10 سنين. والقرن فيه كام عقد؟ 10 قرون. بالنسبه للآلة الحكومه بنعملها في قرون، هنعملها هنا ونزود 1 ونقص 1. ازاي؟ عندك انا مقسمها لك. العقد الاول من كام؟ من 1 لحد 9. الثاني من 10 لحد 19. الثالث من 20 ل 29. الرابع من 30 ل 39. الخامس من 40 ل 49. السادس من 50 ل 59. السابع 60 ل 69. العقد في كام؟ العقد فيه 10 سنوات. 10 سنوات. الثامن 70 ل 79. التاسع 80 ل 89. العاشر 90 لكام؟ ل 99. شفتي بقى؟ طيب ندي مثال. يلا ندي مثال. يلا لو جينا قلنا 1798 يلا كده ده القرن الكام؟ هتقولي القرن ال 18. جميل. طيب ده النصف الكام؟ النصف الثاني. برافو. طيب الربع الكام؟ 98. يبقى ده الربع كام؟ الربع الاخير. برافو، اللي هو ربع مين؟ العاشر. طيب العقد كام؟ احنا قلنا كام؟ 98. انت ممكن تحفظي عندي مفيش مشكله زي ما انت عايزه. من 99 90 يبقى العقد كام؟ العقد العاشر. انت ممكن اصلا تيجي على الرقم ده وتزودي رقم عادي، مش مشكله. شفت انا بقول لك يعني انت تيجي ممكن على هنا وتزود لي رقم، او تاخد من كل من جزء، مش مشاكل. طيب نيجي دي نجيب ست تاني. يلا 1805. يلا ده في القرن الكام؟ القرن يلا يا باشا القرن 19. ماشي جميل. النصف الكام؟ النصف الاول. برافو. طيب الربع كام؟ الربع الاول. برافو عليكم عشان انت عندك 5. العقد الكام؟ مقاف 805. يبقى ده ايه؟ ده العقد الكام؟ العقد الاول. اظن الموضوع مش صعب، اظن انا قسمتها لك بسطتها لك. الموضوع مش صعب خالص.
يا رب كده وكده نكون انتهينا من الكورس التاسيسي. يا رب تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله بامر الله، تكونوا استفدتوا. طبعا عايزاك لو حد عايز الورق يبعت لي على اليوتيوب، هبعت له الكورس الكورس عشان يكون متابع معايا ويظبط معايا. طبعا ان شاء الله المنصه بتاعتنا هتنزل بامر الله. المنصه فيها متابعات متابعه على طول، هيبقى فيها شرح على طول، فيها اسئله على طول، حل اسئله على طول ان شاء الله. يعني انت عندك اسئله وحل، اسئله وحل ومتابعه ان شاء الله بامر الله. طبعا ما تنساش ان شاء الله الفيديو يعجبك، ويبقى عايزه منكم ايه شير وسبسكرايب ولايك، وعايزه تعليقاتكم. اهم شيء اسمع تعليقاتكم. يا رب استفدتوا تكونوا استفدتوا منها. تعليقات لو ما استفدتش قول لي، مفيش مشكله، قول لي على اليوتيوب مفيش اي مشاكل. ده كورس، ده تاسيس للحاجات اللي احنا يعني ايه بظبطها لك عشان تكون برضو ايه عارف ان هنمشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي بامر الله. انتظروا مني الفصل الاولاني هينزل ان شاء الله قريب بامر الله، والتوفيق ان شاء الله ليكم يا دفعه ثالثه ثانوي 2027. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.